قال تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمة الرسول الكريم، تمزقت هذه الأمة ودبت فيها الفرقة، وكل ذلك نتيجة لمخالفتنا لشرع الله. عندما أنظر في التواصل الاجتماعي على الدول التي تضع الطعام والشراب، يضعون مناسف اللحم والأرز، يأكلون قليلا والباقي يلقونه في المهملات. وإذا نظرنا إلى الدول العربية لنجد أن معظم أبناء هذه الأمة يعانون من الأنيميا الحادة ومن الجوع الشديد. هذه وصية الله سبحانه وتعالى أن نتوصى ببعضنا البعض. وآوي ليلا إلى فراشي أغمض عيوني وأنا أسترجع ما رأيت نهارا، أسمع السلاسل المعتقلين وهي تهتز في أيديهم، أرى جوع الأطفال الذي سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنهم، وسيسأل الزعماء العرب أول ما يسأل ويقول لملائكته: وقفوهم إنهم مسؤولون. المليارات التي ذهبت لجيوب أمريكا ولحكام الغرب لو أنهم أنفقوها على الفقراء وعلى الجياع لوجدنا حجة لنا أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينظر أحد إلى أحد. واعتصموا بحبل الله جميعا. أين وصية الله سبحانه وتعالى؟ الدنيا قصيرة وعمرنا قصير، وسنرحل إلى الآخرة وسنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسألنا ويحاسبنا. يأتي بعض الناس ويقول لنا: يا أخي، وماذا يمكن أن نصنع؟ أقله الدعاء، أقله الحرق عليهم. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يأتي الرجل ويقول: ابتسم. قال: ابتسم. فهممت أن أتبسم. قال: ابتسم. فهممت أن أتبسم فتسعرت كبدي فأطبقت الفم. قال: ابتسم. وأعادها وأجادها فتحركت شفتي فأسكتها الظمأ. قال: ابتسم. فسرت بقلبي بسمة ثم اختفت لما تذكرت الحمى. عندما أتذكر ما حصل لنا، الناس الذين كانت عندهم مصانع ومعامل يبيعون الخبز أمام المخابز، الناس في جوع وفي قهر، يذكرون أولادهم ويبكون عليهم، العائلات التي غرقت في البحر، العائلات التي وصلت إلى أوروبا وتشردت هناك. فليست تلك ثقافتنا أن تحكم المرأة في البيت وأن تأخذ أولادها وتطرد الزوج. في الأسبوع الماضي رجل قال لي: يا شيخ، حصلت معي وعدت إلى سوريا وتركت هناك زوجتي وأولادي، لم تعد تطيع. ما هذه الثقافة التي وصلنا إليها؟ تشردت العائلات، جاعت الناس، الذل والقهر. يضعون لنا الطعام ولا نهنأ به. حتى الزواج لم يعد هناك رغبة في ذلك الشيء. يا صاحبي، لو كان قلبي صخرة لتحطمت. يا صاحبي، لو كان قلبي صخرة لتحطمت. أعجبت أن يتحطم؟
والنوم في ظل الخميلة خسة إن كان غيرك للأسنة مطعما. عندما نرى إخواننا في فلسطين يقاتلون بالحجارة ويتلقون بصدورهم العارية ما يتلقونه من الرصاص، هدموا بيوتهم، سجنوا شبابهم، قتلوا الكثير منهم، حتى في معتقلات الإسرائيليين أطفال صغار يعدون بالآلاف، والدول العربية تأكل وتشرب ولا تنظر إليهم أبدا. ما الذي حل بنا أيها الناس؟ ما الذي أوصلنا إلى هذه الأشياء؟ كان لنا ماض عريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحاسبنا يوم القيامة على تقصيرنا، لأننا قصرنا بما فيه الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة، متشفعين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا مكسورا قلبه إلا جبرته. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضيم والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم اكشف عنا السوء إنا موقنون، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.